السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب الثانوية الأزهرية؟ عاملين ايه الأخبار؟ أيام المراجعة عامل ايه؟ والله يا دكتور مطحون، عارف بس هانت بس تبقى إن شاء الله، تبقى دي تعب إن شاء الله. هانت يا ابني هانت. طب يا دكتور أنت كنت كده في فيديو روتيني اليومي، أنت سمعته ولا لأ؟ أوعى ما سمعتوش. والله بيديك فيه حاجة كده زبد يعني. لا يا دكتور إن شاء الله راح أسمعه لو ما سمعتوش، وإن شاء الله لو سمعته أكون استفدت. أهم حاجة لا تنسانا من دعائك يا أخي. كان في كده قلت لك ان في فيديو نازل ازاي تجمع المواد. اقول لك ازاي. بص يا باشا، هات ورقه وايدك، ورقه وقلم وتعالى. طبعا احنا حكينا في فيديو روتيني اليومي ان انا من الساعه 5 لحد الساعه 8 فانا بذاكر شرعي او بذاكر عربي. طب الشرعي فيه كام ماده؟ والله الشرعي عندي بسم الله الرحمن الرحيم حديث، توحيد، تفسير. كل ماده فيها لا يقل عن 21 درس. طبعا هم دروس تبقى بسيطه بس كتيره، صح؟ ما تقوليش ان الحديث صعب. هو صعب في ايه؟ في نسيانه، ان هو صغير وكتير فبيتنسي، دي صعوبته. توحيد اراء كتير وعلماء، تفسير اعرابات واسمعي الاثار اللي وردت عن العلماء ومعاني الكلمات، صح؟ والفقه اعمل ايه؟ والله العظيم بحسبه بسيطه كده، فانت الفقه عندك برضو ما لا يقرب عن 22 درس. احنا يا باشا بنتكلم في ان احنا كل يوم، انا من الساعه 5 للساعه 8 انا بذاكر درسين فقه. احنا في ايام مراجعات، درسين فقه. ومثلا وليكن الحديث ده 21، يعني يا اما ان هو يخلص على 4 ايام كل يوم 5 احاديث، او ان هو يخلص على 5 احاديث على 5 ايام كل يوم 4 احاديث. هلحق تلحق بضمير. انت واثق من انت بتقول واثق، تلحق وتقفل كمان، مالكش دعوه، اجتهد انت بس وهتقفل. يبقى انا كده من الساعه 5 للساعه 8 في اول اسبوع اللي هو النهارده مثلا وليكن 25، فانا على يوم 30 هكون مخلص الحديث ما شاء الله، مخلص درسين في 5 ومخلص 10 دروس فقه. يا بلاش والله العظيم. تاني 5 ايام. طب بعد كده يا دكتور هو انا اثناء المذاكره ده اعمل ايه؟ والله انا ذاكرت 4 حديث، بخش الامتحانات الشوامل اشوف الاسئله جايه عليهم ازاي. ادبي، علمي، اول، تاني تجريبي واسترشاد. تمام؟ خلصنا الشرعي. طب انا لما اخلص الحديث خش كذلك على التوحيد، خش كذلك على التفسير. بس خلي بالك اوعى تسيب الحديث وخلاص. انا لما ببدا في ماده ثانيه بجيب شاملين كده، تسليك بق كده، شاملين، بسلك زوري بشاملين. تمام؟ والفقه معاك والميراث كل يوم زي الفل. كده احنا خلصنا الشرع. خش لي يا باشا على العربي. عندك ايه في العربي؟ والله انا عندي نحو وعندي صرف وعندي بلاغه وعندي ادب ونصوص. زي ما ثبتنا الفقه والميراث في الشرعي هنثبت الادب والنصوص هنا في العربي. ادب ونصوص والله يا دكتور ده ماده رخمه، ده انا بذاكر الصفحه بمجرد ما اقلبها كده وانساها. طب اعمل ايه؟ انا مش عايز غير كل يوم الصفحه اللي انت بتنساها، كل يوم صفحه. الصفحه اصلا هي درس، انا عايز انك كل يوم صفحه، بس صفحه حفظ. تمام؟ طب عرفت تزود بقيتها صفحتين، انا عايز صفحه كده اهو، الصفحه دي كده، شايف الصفحه دي وش وضغط، ايه ده انا عايزه منك كل يوم ادب ونصوص. تمام زي الفل. طب يا دكتور انت كده بتقولي ان انا هلحق احفظ النصوص؟ ما دي الفكره اللي انا جاي اقول لك فيها بقى. عشان تبقى داخل انت هتلحق تحفظ النصوص معاني وكل حاجه بس النص ذات نفسه انت مش هتلحق تحفظه، عايز تكرار كتير. فتعمل ايه؟ والله كل يوم احفظ نص وحاطه مع النص اللي بعديه، كل يوم احفظ نص وحاطه مع النص اللي بعديه. في خلال اسبوع حضرتك هتكون خلصت النصوص اللي كانت مبهدله حياتك دي، وحافظها وبترددها احسن من اللي كان حافظها من اول السنه، صح؟ يا ابني ملهاش دعوه انت بادئ امتى. تمام زي الفل. هعمل ايه برضو في العربي؟ انت ما قلتليش. انا عندي نحو في كام درس؟ والله عندي منادى وعندي اساليب وعندي مضارع وعندي عدد، يعني 4 دروس 4 ابواب يخلصوا في 4 ايام. والله يوم منادى ويوم اساليب ونص المضارع. ما تكروتنيش هتاخد الاساليب في يوم ليه؟ ده تتذاكر في ساعه. تمام الاساليب ونص المضارع. هيتفضل عندي نص المضارع التاني هاخده في يوم لوحده واظبط معاه نص المضارع اللي قبليه. طب واليوم الاخير العدد. اخر يوم يا باشا انت بتحل شامل على النحو. ايه رايك؟ وكذلك في الصرف عندك برضو قسمها كده، والله الابدال والاعلال وهمزه الوصل، بعد كده المواضع الخمسه، بعد كده الهمزتان والهمزه العارضه، بعد كده المواضع ال10، بعد كده يا باشا ايه في مواضع ال5 تقريبا بعد المواضع ال10، وابدال التقطع والحاجات الهبله اللي في الاخر دي. ايه رايك؟
والبلاغه كذلك. لما انت يا باشا تخلص لي دول كده ان شاء الله، انت عايز 15 يوم، 15 يوم تكون خلصت يا باشا الادب والنصوص وظبطت العربي ابو 160 درجه وحطه في جيبك. طب انا يا دكتور مش عارف اذاكر لوحدي، اعمل ايه؟ خش يا باشا مع اي حد، سواء كان دكتور ابراهيم الطناني، سواء كان استاذ ابو سعود، سواء كان استاذ سعيد الفقي، سواء كانت ياسمين المواد العربيه. حاجات يعني الصراحه ان شاء الله باذلين مجهود كويس جدا، وان شاء الله تجيب نتيجه كويسه جدا 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 يعني. لسه في امل، لسه في امل. طب نكمل. بالنسبه للرياضه هعمل فيها ايه؟ اقسم لك بالله انا احسن بقى واحد ينصحك في الرياضه. اقسم لك بالله لحد شهر 3 ما كنت بعرف احل مساله، بس انا بذاكر طول السنه وبحل واجبات، بس ما بعرفش احل لوحدي. يعني ايه كنت كده اللي هو ايه بحل، انا بذاكر بس مش فاهم، بس بحل بس مش فاهم. فاهم؟ اللي هو زي ما اعرفش. انا عن نفسي هل راضي عن مجهودي؟ لا. طب انا بعرف احل؟ مش قوي. يعني انا لو جات لي مساله ما اعرفش افكر فيها ولسه حللها، هي بحلها، بروح اذاكر، بروح الدرس اسمع الشرح كل حاجه، اروح احل واجب، تيجي تسالني يوم الدرس والله ما اعرف حليتها ازاي. كنت على هذا الحال لحد شهر 3. دخلت في المراجعات مع مستر سعد عبد موجود، والله العظيم ظبطني. فانت هو سعد عبد موجود او مستر هندسه يا باشا، هتخش امتحانك ان شاء الله يبقى من الاسئله اللي هم اشتغلوها. والله العظيم توقعات مستر سعد عبد موجود كانت بتنزل الساعه 5 الفجر الصبح، الفيديو على اليوتيوب، تروح الامتحان تلاقيه بالارقام، والله بالارقام. صح يا دكتور احمد؟ حصل. هي بالارقام. حتى والله العظيم لو انت ان شاء الله دخلت حليت امتحان استاتيكا 2024 هتلاقي فيه في درس كده الاتزان العام اللي هو كان قضيب كده وعليه كتله من هنا وكتله من هنا، وكان عايز كلمه كاف وقاف. هي المفروض كانت كام؟ 550 و400 و350. انا عمال احل ومش جايه معايا. قمت يا باشا شاطب 350 550 وطلعت صح. فهي رياضه جميله بس عايزه مجهود بس. طب اعمل فيها ايه؟ يا باشا ادي كل فرع اسبوع. صعبه تدي كل فرع اسبوع. ادي كل فرع اسبوع. او اقول لك بلاش انت تشتغل بدماغك، خش مع مستر سعد عبد موجود وظبط المحتوى اللي بينزل. اقسم لك بالله احلى 60 من 60 على وبوسه كمان. تمام؟ تمام. طب اتفضل يا باشا الثقافي. هو انا كل ده انا بنظم على الروتين اليومي اللي اتعمل، ان انا من 5 ل 8 انا شرع، من 8 ونص لحد الساعة 11 ونص انا عربي، من 12 ونص لحد الساعة 3 ونص انا رياضي، من الساعة 4 بقى ده اللي هنتكلم فيه دلوقتي. الثقافي طبعا انا كطالب ازهري في ناس بتلعب في دماغي وتقول لي في حاجه اسمها نظام ازهر مش نظام ازهر، ده كله كلام هري. انت يا باشا طالب بتشتغل شغل عام. يعني ايه بشتغل شغل عام؟ يعني مثلا في الفيزياء انت حضرتك لو ما شفتش الامتحان التجريبي يعني، فانا الحمد لله شفته، فلازم حضرتك تشتغل شغل عام، لانك لا تامن غدر الازهريه يا صديقي، لا تامن غدر الازهريه. بص ما مش مامون خالص. تحس انهم يعني المهم ما خلاش بقى داهيه بقى. المهم فانت تعمل ايه في الفيزياء؟ والله العظيم انا مثلا سواء كنت دخلت مع مستر محمد مجدي او دخلت مع مستر محمد عبد المعبود في الكيمياء، سواء كنت دخلت مع مستر خالد صقر، سواء كنت او مستر محمد عبد الجواد، سواء كنت دخلت في الاحياء مع دكتور محمد ايمن او دكتور احمد الجوهري او دكتور عبد الرحمن سامي، تمام؟ او في الانجليزي سواء كنت دخلت مع مستر محمد عاطف او اي مدرس تاني. فانا اقول لك ان اي محتوى هينزله لك مش هيتعدى ال 15 ساعه. طب 15 ساعه دول يتعمل فيهم ايه؟ انت عندك من 4 ل 11 يا مؤمن، من 4 ل 11. هل انت هتاخد ال 15 ساعه كلهم؟ لا طبعا مش هاخد 15 ساعه كلهم. ليه مش هتاخدهم كلهم؟ انا اقول لك ليه مش هتاخدهم كلهم، لان انت دلوقتي وليكن عندك 5 ساعات شرح. ال5 ساعات دول الشرح دول في الاسبوع كله. ركز في الاسبوع كله مش في يوم. يعني مش هذاكر 15 ساعه النهارده بكره في 15 ساعه زيهم. لا 5 ساعات بس. يعني 5 ساعات دول انا ممكن اجزأها. تمام. اعمل ايه بقى؟ طب خلاص انا خلصت الشرح. طب بقى بالنسبه للحل الواجبات والكتب الخارجيه والشوامل، الشوامل انت لازم تسمعها، والكتب الخارجيه انت لازم تسمعها لو انت مستواك مش قد كده او مش هتحلهم، وطبعا انت مش هتحلهم فلازم تسمعهم. احنا بنتكلم في الواجب اللي هو ان شاء الله يبقى اكبر قدر من الوقت، وبيتكلم في 5 ساعات عند اي مدرس. ال5 ساعات دول انت ممكن توفرهم ازاي؟ ان انت اول حاجه تحل بايدك، تاني حاجه ان انت تصحح من الPDF، تالت حاجه ان انت تصحح اللي انت غلطته بس من الفيديو. طب يا دكتور انا في ابواب واقع فيها، خلاص اسمع الفيديو كله. طب كده مش هبقى مزنوق؟ لا مش هتبقى مزنوق في الوقت، انا مظبط لك كل حاجه بالدقيقه وبالثانيه على ومش ضغطك. انا مش ضغطك على فكره، انا بتكلم واحد في ايام مراجعات عايز يجيب طب وكان بيستهبل طول الايام اللي فاتت، انا مش ضغطك. تمام؟ يبقى انا كده قلت لك ببساطه ازاي تخلص موادك. انا كابراهيم خلاص بقى في دقيقتين، لو انا لسه بادئ ثانويه ازهريه هعمل ايه؟ والله العظيم عندي شرعي هظبطه كل يوم، فقه وميراث ومعاهم ماده شرعي. تمام؟ الماده الشرعيه هتخلص في كام يوم؟ هتخلص في 5 ايام او 4 حسب مجهودي.
تمام زي الفل. هخش مع مين عندي؟ ويبقى يا دكتور العزيز احنا خلاصه الفيديو ان في دقيقتين كده، معلش على السريع لو الفيديو طول حقك عليا، بس والله العظيم اديتك كل اللي عندي. ان انت يا باشا اول حاجه بالنسبه للشرع هتخش مع مين؟ اما دكتور جمال او جيهان سعد الدين. هتعمل ايه؟ والله هتاخد درس الفقه تذاكره، او ان انت تذاكر مع نفسك. لو هتذاكر مع نفسك فاحنا قلنا كل يوم درس فقه 4 دروس حديث، كل يوم درسين فقه و4 دروس حديث، في خلال ان شاء الله 5 ايام تكون مخلص الحديث ومذاكره، و5 ايام زي يوم تفسير، و5 ايام زي يوم توحيد. تمام. وفي خلال 15 يوم دول انت تكون خلصت الشرع، وال15 يوم دول هم اللي انت تخلص فيهم العربي. تمام. يبقى انت يا باشا بتتكلم ان على 10/5 انت مخلص شرعي وعربي، وانت جايب 210 شرعي 160 عربي. ده من 70% بالظبط، ده من 70% زي ما الدكتور بيقول من مجموعك. تمام كده؟ تمام. والقرآن كل يوم 40 درجة هم محطوطين في الجيب، وحكينا فيديو ازاي تقفل القرآن. تمام. بعد كده دخلنا على الرياضه، قلنا الرياضه ان انا اما اخش مع سعد عبد الموجود وهسمعه هو بيقول ايه، او اخش مع مستر هندسه وهم ان شاء الله يتكفلوا بالموضوع. طب انا مش داخل مع حد، كل يا باشا اسبوع بفرع، يعني على 15/5 ان شاء الله تكون مخلص، وخلي الفرع اللي انت هتمتحنه في اول اسبوع في الامتحانات هو اخر فرع تخلصه عشان يفضل في دماغك وتفضل مذاكره كل شويه. تمام. طب بعد ما اخلص الرياضه هركنها؟ لا طبعا، انت لما بتخلص فرع بتخش التاني، انت ما بتسيبش شوامل الفرع اللي انت خلصته، كل يوم شوامل، بحيث ان انا اعرف قصوري فين واصلحها، اعرف القصور بتاعتي واصلحها. تمام. كتاب المدرسه، وكتاب المدرسه طبعا زي ما الدكتور بيقول لازم طبعا كتاب المدرسه، اكيد لازم كتاب المدرسه. تمام يا دكاتره؟ تمام. طب دلوقتي اتفضل في الثقافي، انا واحد ما بعرفش احل بايدي، كنت مكسل طول السنه، حمار ما بذاكرش، بنقل الواجب من زميلي، كل ده هعمله ازاي؟ ان انا يا باشا باول حاجه زي ما قلت المحتوى اللي بينزل، سمعت الشرح؟ فهمت كويس؟ بعمل ايه؟ بخش على الواجب، بحل بايدي، بعد ما احل بايدي بصحح من الPDF. تمام. بعد ما اصحح من الPDF الغلط بس اللي بسمعه من الفيديو. طب الحاجات اللي انا واقع فيها زي الدينامو، الفصل الرابع، الRNA، الDNA، لا الحاجات دي كلها انا بسمعها فيديو كامل، بسمع فيديو الحل كامل. وكده ابقى قلت لك كل اللي انت محتاج تعرفه عن فتره المراجعات. ارجو ان انت ما تضيعش وقتك، ارجو ان انت تستغل كل دقيقه، ارجو ان انت بجد تكون خايف على مصلحتك وشايف تعب اهلك، تكون شايف المصاريف اللي دفعت طول السنه واللي لسه هتدفع، تكون مقدر كده. يعني انا عايزك كده كل ما تتعب بص في وش ابوك بس، افتكر كده، عايزك تسرح كده دقيقتين، ما تسرحش كتير ليوم النتيجه بس. شوف كده لما زغرت تبقى ماليه البيت، قالوا محمد عمل ايه؟ والله ما شاء الله. احمد عمل ايه؟ بسم الله ما شاء الله. هدى عملت ايه؟ مش عارف ايه. ساميه عملت ايه؟ كذا. تمام؟ شد حيلي، الفرحه هتستاهل. ماشي؟ اي حد عنده سؤال في الكومنتات ما تنساش بقى كومنت، سبسكرايب، لايك. ماشي؟ حبيبي السلام عليكم.